الكبة السوري من أشهر المقبلات على سفرة رمضان، ولا غنى عنها في أي عزومة. النهاردة هقولك على كل التركات والأسرار في تشكيلها وطريقة حشوها والتسوية كمان، والطريقة الصحيحة لتفريزها. خليكي معايا لآخر الفيديو. ولو أول مرة بتشوفي قناتي، أنا سمر الدسوقي وقناتي اسمها نوتيلا وموتزاريلا. ما تنسيش تعملي لي لايك وتكتبي لي كومنت إيجابي يشجعني لعمل فيديوهات كتير. معايا هنا كيلو برغل ناعم. أنا جبت البرغل اللي هو الذهبي. طبعا نقيت اي حاجة فيه تكون غريبة شوية عن البرغل، ونضفته كويس جدا. تمام كده. وصفتنا النهاردة لازم يكون البرغل ناعم. هحط بقى مية كده عليه، مية عادية خالص، وهقلبه تقليبة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هصفي بقى المية دي. تمام كده. وارجع بقى احط له مية تانية. مش هكتر عليه المية، يدوبك بس اغطي البرغل بس بمية بسيطة كده، واركنه على جنب. ويلا بينا نشوف الحشوة بتاعتنا. معايا هنا طاسة سخنة، هحط شوية زيت ومش كتير، مش عاوزة في الوصفة ديت دهون كتير. معايا هنا بصلة كبيرة، هشوحها الأول كده. والعصاج ده مختلف عن أي عصاج عملناه قبل كده. كان قبل كده بنزل باللحمة الأول، ده هنزل بالبصل الأول. شوحته لحد ما بقى لونه شفاف، واخليه في جنب كده. وبعد كده هنزل بنص كيلو لحمة مفروم، وعليه ليا، عشان ناخد طبعا طعم اللحمة الضاني. تمام كده. هبدأ بقى افكها من بعضها كده علشان تبقى ناعمة معايا. والخطوة دي مهمة جدا، مش عايزة اي تكتلات في اللحمة. ممكن تهرسيها بالهراسة بتاعة البطاطس. هقلبها بقى لحد ما تاخد لون بني كده، وبعد كده هدمج معاها البصل البصل والثوم. انا نسيت اقولك في الاول خالص ان فيه فصين ثوم على البصل. تمام كده. هقلبهم كويس جدا لحد ما المكونات كلها تبقى ناشفة معايا. معايا هنا البهارات، نص معلقة كبيرة 7 بهارات، نص معلقة كبيرة، نص معلقة صغيرة قرفة مطحونة، ومعلقة صغيرة ملح، ومعلقة صغيرة فلفل اسود، ونص معلقة صغيرة حبهان مطحون، نص كوباية عين جمل مجروش، ودي اختياري. طبعا انا رفعت الحشوة من على النار، وحطيت بقى البهارات، وحطيت عين الجمل، ودي معلقة كبيرة من دبس الرمان. شايفين الحشوة مفيش فيها اي دهون ولا اي مية خالص، ولو فيها تحطيها في مصفى وتصفيها. تمام كده. هنا كان البرغل نفش معايا بالشكل ده. هبدأ اضيف له بصلة، وما نكترش البصل هنا خالص. ومعايا هنا اللحم الهبرة او اللحم الاحمر اللي مش فيه دهن خالص او عروق بيضة. تمام كده. ومعايا 3 فصوص توم. البهارات بقى، نص معلقة صغيرة قرفة مطحونة، نص معلقة صغيرة نص معلقة كبيرة اسفة بردقوش او مردقوش، نص معلقة كبيرة 7 بهارات، مرقة لحمة سواء فورية أو مكعب، نص معلقة كبيرة توابل الشرق واللي هي معروفة بالبهارات البطاطس، اسمها توابل الشرق الأقصى. تمام كده. ونص معلقة كبيرة كمون، ومعلقة صغيرة فلفل أسود، ومعلقة كبيرة ملح. ومعايا هنا 5 مكعبات تلج، ودي مهمة جدا في الوصفة بتاعتنا. فرمتهم على الوش الناعم كويس جدا مرتين. ولو انت بتفرمي في كبة، بتحطي اللحم الاول تفرميه، بعد كده بتضيفي له البرغل. تمام كده. لو انت بقى بتعملي الحركه دي بايدك كده وبتلزق في ايدك، بتقدري تضيفي من معلقتين ل3 معالق دقيق لحد ما تتمسك معاكي وتبقى بالقوام اللي انت شايفاه ده. تمام كده. هيبقى معايا برضو ميه بتلج كده جنبي علشان كل شويه بلي ايدي بيها. وهنبدا بقى في تشكيل الوصفه بتاعتنا او الكبه بتاعتنا. تمام كده. هعمل كوره بالشكل اللي انت شايفاه ده، وهحاول اخلي الحرف بتاع الكبة يكون يعني رقيق الى حد ما. وهضيف لها بقى
الحشوة وابدأ اعمل الشكل اللي انتوا شايفينه ده اللي هو شكل الكوبيبة او الكبة اللي احنا عارفينه، وابدأ ابل ايدي بقى كل شوية كده، كل شوية نبل ايدنا ونمشيها على الكوبيبة من برا. تمام كده علشان لو في اي تشققات معايا نقفلها. الخطوة دي مهمة جدا لان لو ما اتعملتش كويس هتفك منك في الزيت. تمام كده بعملها كرة بالشكل ده وبرجع اعملها على شكل صابع. بلفها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده وبرجع الف صبعي، احط صباعي ابله في المية وبعد كده الفه بالعكس وبحشي بحط الحشوة وبقفلها كويس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. سهلة وبسيطة جدا. اهم حاجة يكون السطح بتاعها او شكل الكوبيبة من بره ما يكونش صوابعك معلمة فيها خالص. تمام كده وتكون شكلها ملس من بره ويكون كل التشققات اللي فيها مش باينة خالص زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ بقى ارصهم واحدة جنب التانية. وطريقة تفريزها هنحطها مثلا على صينية او على بلانشة او على اي حاجة مسطحة واحدة جنب التانية وبعد كده هندخلها الفريزر لحد ما تتجمد. بعد كده نحطها في الاطباق او العلب اللي انت هتحفظي فيها. جبت هنا جزرة او خيارة لفتها كده بالاسترتش عشان طبعا هستخدمها تاني وبلتها. وبعد كده ايه دي اللي مش عارفة مثلا او المبتدئين اللي مش عارفين يعملوها بايدك كده. وبعدين بتعمليها كرة وبتلفيها زي ما انت شفتي كده وهي نفس الطريقة بالظبط. بتقعدي تعمليها بالمية ولحد ما يبقى شكلها متساوي خالص. وبعدين بتشكليها وبتبقى معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طريقة سهلة جدا وبسيطة. لازم يكون البرغل ناعم. طب لو ما فيش عندي كبة ولا ما فيش ولا مفرمة اعمل ايه؟ تقدري تعجنيها بس هي هتاخد منك وقت. بتعجنيها بقى على ايدك. تمام كده نعمل بقى اخر واحدة. تعملي برضو كورة وبعدين تشكليها على شكل صابع كده وبعد كده تلفي صباعك جواها مرة وبعدين تبلي ايدك وبعدين ترجعي تلفي العكس بتتشكل معاكي. سر نجاح الكوبيبة يا جماعة اللي بيكون الجدار بتاعها او السمك بتاعها من بره سمك البرغل بيكون رقيق. هدخلهم بقى في الفريزر لمدة ساعة ونص لساعتين لحد ما تتجمد معايا. وبعد كده هبدأ اقليها في الزيت. طبعا الخطوة دي او التركة دي بتبقى مهمة جدا في قرمشة الكبة بتاعتنا. تمام كده. بالنسبة لانك ما تضيفيش بصل كتير على البرغل. طبعا دي تجارب سنين يعني. اضافة البصل كتير بيخلي لون الكبة غامق جدا. في زيت غزير كده على نار متوسطة. تكون درجة حرارته متوسطة ما يكونش سخن قوي. طبعا انا طلعتها كده من الفريزر بعد ساعة ونص. هبدأ بقى انزل بيها في الزيت بالشكل ده. ما تكتريش في الزيت. تمام كده اخلي النار متوسطة. واول ما انزل بيها طبعا مش هحركها خالص. ما تحركهاش غير لما تبدأ تاخد لون. تمام كده لما تبدأ تاخد لون ذهبي فاتح يعني افتح من اللون اللي انت عاوزاه بشوية تبدأي تطلعيها لان هي بعد ما بتطلع من الزيت بتاخد لون اغمق شوية عن الدرجة الاولانية. تمام كده هبدأ بقى احركها كده بالراحة. شايفين جمالها.
تحفة بجد. طبعا لو احنا مش مظبطين الكفر بتاع الكبة من بره فهتبدأ تفتح معانا في الوقت ده. كمان عدم إضافة بصل كتير في الوقت ده بيكون لون الكفر من بره بيكون غامق. هبدأ أضيف بقى واحدة ورا التانية بالراحة. طبعا أنا جايباهم متلجين وبنزلهم في الزيت وهم متلجين برضو، وده السر في قرمشة الكفر بتاع الكبة. تمام كده. أول ما بينزلوا في الزيت طبعا ما بحركهمش برضو، بسيبها لحد ما تتشمع معايا وتبدأ تاخد لون كده، بلاقيها اتحركت أصلا من نفسها. شايفين جمالهم؟ تحفة بجد. قدمتهم بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده مع زينتهم بالليمون. طبعا ممكن تبقي تعصري عليهم ليمون وانت بتاكليهم كده، وبكده تكون وصفة اليوم خلصت. يا رب أكون قدرت أفيدكم ولو بمعلومة صغيرة. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب على قناة نوتيلا وموتزاريلا. كل المقادير هسيبها لكم في صندوق الوصف، صندوق الوصف اللي هو تحت الفيديو. عرض المزيد بتضغط عليه وبعد كده بيظهر لك كل المقادير او كل البهارات اللي احنا استخدمناها معانا في الفيديو. هنفتح بقى واحدة، طبعا هي لسه سخنة جدا. شايفين جمالها؟ الحشوة مش مكتومة خالص، الكفر رقيق جدا، تحفة بجد. طعمها كان جميل قوي، الملح بتاعها كان مظبوط، ملح الحشوة والكفر بره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.